تخيل معايا واحد المشهد، انت جالس في القهوه مع صحابك ولا انت جالسه مع صحاباتك، يعني جالسين بيناتكم في واحد المجمع، وواحد منهم بدا كيقول انا صافي لقيت شنو بغيت، غنبدا البروجي في الدومين الفلاني، وواحد اخر حتى هو قال انا يلاه اكتشفت شغفي في البرمجه، صافي غنخلي خدمتي ونبدا من الزيرو. وانت جالس وسطهم ما عارف ما تقول، ما عارف شنو تقول وباش تشاركوا. انت ماشي بحالهم، ما عارف شنو بغيتي، باقي ما لقيتيش الشغف او الهدف ديالك، باقي تايه وتالف وسط هاد الاهداف والنجاحات اللي وصلوا لهم صحابك. ومن بعد كترجع للدار وكتهز تليفونك، كتبدا تسكرولي وكتشوف ناس في العمر ديالك حققوا بزاف ديال الانجازات ووصلوا لبزاف ديال الاحلام وعرفوا شنو يدير، وانت باقي. وكتبدا تسول راسك انا علاش باقي ما وصلتش، علاش باقي ما لقيتش طريق، انا في عشرينياتي وباقي ما درت والو، خصني دابا نكون وصلت وعندي فلوس بزاف وشريت هادي وهادي وبديت في هاد البروجي وسافرت هنا ومشيت هنا. واو كاين شي حاجه غلطه فيا، انا معطل بزاف، انا فاشل. اهلا بك صديقي صديقتي العزيزه في حلقه جديده من سلسله جلسة مع صديق. هاد السيناريو اللي فات ضروري ما يكون داز عليك شي نهار او حسيتي بهذا الاحساس بشكل من الاشكال. اليوم غندويو على سؤال يبدو سهلا ولكن باطنه ثقيل، سؤال كل واحد فينا كيسول راسو به في مرحله ما في حياته، سؤال كيخلينا نحسو بالضعف. علاش باقي ما وصلتش، علاش باقي ما لقيتش طريقي؟ اليوم انا ما جايش نحاسبك او لا نقول لك شنو هو الشغف ديالك، انا غير جيت نشارك معك اليوم احساس قد مر على اغلبنا اذا لم يكن كلنا، احساس انك ما عارف شنو بغيتي وفي نفس الوقت خاصك تكون عارف شنو بغيتي، سيرتو في هاد السن. هاد التناقض اللي كاين داخل راسنا هو اللي داير هاد الحال، ولكن ماشي مشكل، هذه ماشي شي مشكله كبيره، هذه بدايه السؤال وبدايه الوعي وبدايه الرحله ديالك للافضل. تخيل معايا صديقي صديقتي المشاهده، تحطيتي وسط واحد الغابه كبيره مع مجموعه من الناس. هاد الغابه عامره بالاشجار، الازهار، الحيوانات، الانهار، المهم غابه فيها كلشي وفيها بزاف ديال الطرقان، وكل واحد فيهم كيدي البلاصه مختلف، كل واحد فيهم فيه مخاطر ومغامرات، وانت واقف في بلاصتك ما عارفش من طريق خاصك تشد. الناس اللي كانوا معاك في هاد الغابه كل واحد فيهم شد الطريق، يعني كاع الناس عرفوا فين يمشيو. كاين الناس لقاو كنوز، ناس فرحانين، ولكن انت باقي واقف في بلاصتك ما درتي والو، ما عارفش من طريق خاصك تشد. وفجأة كيخرج واحد صاحبك كيقول لك انت باقي واقف هنا، انت باقي ما عارفش اش من طريق خاصك تختار، اش هاد الحالة اللي انت فيها انت فاشل اخويا. فكتبداك تحس بالضغط والضعف، فكتختار اي طريق كيف ما كان غير باش تبقاش حاسس بداك الاحساس ديال الفشل او ما تسماش فاشل وباقي واقف في بلاصتك ما درتي والو. ومن بعد كتبدا تمشي في واحد الطريق، كتمشي في داك الطريق وكتكتشف انها الطريق ماشي طريق، ما عاجبكش، ما مسلككش، وكتبدا تسول راسك انا علاش مشيت في هاد الطريق اصلا. ولكن شنو رايك الا قلت لك ان هاد الغابه ما دارتش باش انك توصل للنهايه بالزربه، وانما دارت باش تكتشفها؟ شنو رايك الا قلت لك ان هاد المرحله، مرحله الشباب والعشرينات، هي مرحله اكتشاف وتجربه؟ وهنا كيجي السؤال الحقيقي، شكون اللي عطى هاد القاعده ديال انه مرحله العشرينات هي مرحله الوصول؟ شكون اللي قال انه خاصنا نكون وصلنا لكاع داكشي اللي بغينا في هاد المرحله؟ هادشي اللي ولينا كنشوفوه مؤخرا على السوشيال ميديا، وحتى المجتمع ديالنا ولا كيأيد هاد الفكره ديال انه في هاد المرحله خاصك انت تكون عارف شنو بغيتي، وانك خاصك تكون حددتي طريقك، وعلاش لا تكون وصلتي لكاع داكشي اللي بغيتي. وكأن هاد المرحله هي سباق، بحال اللي وصل بكري هو اللي نجح واللي باقي معطل راه خاسر. ولكن حنا خصنا نفهموا واحد القضيه ديال انه الله سبحانه وتعالى كاتب لكل واحد فينا طريقه، هاد الطريق كيمشي فيه الله سبحانه وتعالى، كيمشيني في هاد الطريق بارادتي، كنتحط في وضعيات وفي ظروف كتخليني نمشي في هاد الطريق اللي مكتب ليا واللي فيه خير ليا انني اسعى ونحاول وما نستسلمش، وربي سبحانه هو اللي غيسر لي طريقي وغيوصلني لكاع داكشي اللي باغاه واللي كنطمح ليه. فما نجيش انا ونختصر لك الوقت كانني عندي قدره خارقه ديال انه صافي غنوصل لكاع داكشي اللي بغيت في 23 عام او لا في 25. ربي سبحانه هو الوحيد اللي عارف فين وامتى غيوصلني لداك الهدف، انا خصني ندير غير اللي عليا، اخذ بالاسباب ونحاول وباذن الله غنوصل. امتى وفين الله اعلم. فهاد المرحله ولات بحال سباق الشاب فيه ولا كيجري، فكيتسابق باش يوصل لواحد الهدف في اقرب وقت. ماشي عيب انك تكون باقي محتاج الوقت، ماشي عيب انك تكون باقي كتقلب على راسك، ماشي عيب انك تكون باقي في هاد السن وباقي ما لقيتيش طريق. وهنا كاين واحد النقطه مهمه ديال انه كاين واحد التناقض واقع في مخنا. كاين فين كتسمع ان مرحله العشرين
العشرينات هي مرحلة التجربة والاكتشاف، فخاصك تجرب باش إلا غلطتي تعلم. ومن جهة أخرى كنسمعوا أنه إلا كنتي في العشرينات أو مرحلة الشباب فخاصك تكون عارف شنو بغيتي وغادي في طريق، وعلاش لا ما توصلش في هذا السن الصغير. هذا التناقض كيخلينا في حيرة، فكيكبلنا وما كيخليناش عارفين شنو خاصنا ندير. يمكن الحل ماشي أننا نختاروا شكون الأصح، يمكن الحل هو أننا نعترفوا أنهم بجوج صحاح وأننا محتاجين نوازنوا بيناتهم بجوج. فعلا هذه المرحلة هي مرحلة تجربة وأخطاء نطيح فيها ونوض، وهي مرحلة ثقيلة وفيها ضغوطات، ونحط في بالي أنه مزيان أو من الأفضل أنني نوصل لشي حاجة زوينة في هذه المرحلة، وفي نفس الوقت ما نخليش هذه الفكرة تخنقني، ونفهم بلي أن هذه المرحلة هي مرحلة تجربة، ولكن في نفس الوقت ما نخليش هاد التجربه تضيع ليا وقتي. فخاصنا نكونوا حنا صادقين مع راسنا، نقول لراسي انه انا باقي ما عارفش طريقي وانه باقي ما وصلتش لاهدافي، ولكن انا كنحاول، كنجرب، كنكتشف، كندير اللي عليا والباقي على الله. كاين ناس بزاف عندهم فكره ديال ان الشغف هو واحد الحاجه اللي هي ثابته، واحد الحاجه خاصك تلقاها في واحد اللحظه ومن بعد تمشي عليها طول حياتك. بحال الا حاولتي تبدل شغفك او لا تمشي في طريق اخر فراك غلط. ولكن الشغف او حتى الاهداف ماشي ثابته، الاهداف كتبدل وحتى الشغف كيتبدل، الانسان براسو كيتبدل، تفكيره كيتبدل. انت الحاجات اللي كانوا كيعجبوك قبل 10 سنين او حتى غير 5 سنين ما بقاوش كيعجبوك دابا. كلشي كيتبدل بتغير الظروف، تغير التجارب وتغير الوعي. كاين ناس كانوا كيبغيو واحد الحاجه ومن بعد اكتشفوا انهم كيبغيو واحد الحاجه اخرى منافيه ليها تماما. هذا ماشي غلط، هذا نمو وتغيير، وهذه هي طبيعه الحياه. والظروف بعض الاحيان كتفرض عليك انك تبدل الوجهه، تبدل الخطه، تبدل الاهداف ديالك. الظروف كتبدل، فبالتالي الشغف او الاهداف اللي كنتي باغي توصل لهم في واحد الفتره ما كتوافقش مع الظروف ديالك، فكتضطر او تجبر انك تبدل الخطه. وهذا ماشي فشل صديقي صديقتي المشاهد، بالعكس هذا تكيف ومرونة. الشغف ماشي ثابت وهذه ماشي مشكلة، وإنما فرصة باش أنك تعيد اكتشاف ذاتك، فتختار وتجرب طريق جديد. تقدر تكون انت في مرحلة تيه ومرحلة ضياع، ما عارف شنو باغي فيه وفي نفس الوقت باغي توصل لشي حاجة. أنا هنا ما نقولك شنو هو شغفك او خاصك تكون لقيتيه، ولكن غنقول لك غير هون على نفسك. انت دير اللي عليك، خدم، تقاتل، جرب، خطا، طيح ونوض وتعلم، والباقي خليه على الله. فين وامتى غتوصل هادشي ماشي انت اللي غتحكم فيه. اللي انت قادر تتحكم فيه وتطوره وتزيد به القدام هو راسك. خدم على راسك ودير اللي عليك والباقي على الله. هذا ما كان صديقي صديقتي المشاهدة بخصوص هذه الحلقة. كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو 1% من هذه الحلقة، وألقاكم في فيديوهات أخرى أفضل بإذن الله. سلام.